بدأ إبراهيم إن هو كسر الأصنام وربنا حماه من النار. إن إبراهيم اتولد قوم كانوا بيعبدوا الأصنام ولقاهم بيعبدوا الأصنام، فبدأ يسأل عن معناها ولقى أصلا إن هي ولا بتضر ولا بتنفع، فبدأ يكسرها عشان يعلمهم ساعتها إن الأصنام ولا بتنفع ولا بتضر ولا بتعمل أي حاجة وإن هي صامتة. من الأيام دخل معبد كسر الأصنام اللي فيه كلها ما عدا كبيرهم، بس ساب كبيرهم. فدخل عليه القوم وقالوا له أنت كسرت كل الأصنام، سبت الكبير بتاعهم ليه؟ قال لهم اسألوا كبيركم ده، اسألوا كبير الأصنام ده، شوفوه هيرد عليكم ولا لا. ما ردش عليهم طبعا لأنه صنم، فعرفوا إن الصنم ولا بيضر ولا بينفع، فاتضايقوا منه وقرروا يحرقوه. فربنا أمر النار إن هي تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.